السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أمي، إن شاء الله كامل لاباس عليكم. اليوم كما راكم تشوفوا في الفيديو راح نشارككم معايا في طريقة تحضير مقلوبة البرتقال اللي هي سهلة التحضير وبنتها جد رائعة. كما راكم تشوفوا الصورة كما راكم تشوفوا خرجت روعة، والبنة ما نحكيلكمش. جربوها وتبعوا معايا ورايحة ان شاء الله تنجح لكم، خصوصا في التحلية. هي تحلية وكما راكم تشوفوا رانا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان، تنفع معاكم في سهرات مع رمضان. نروحوا مع المكونات اللي هي نحضروا حبتين من البرتقال نكونوا نظفناهم مليح ونقطعوهم دوائر تكون رقيقة، ونكونوا محضرين المول اللي كنا فرشناه بورق الزبدة كما راكم تشوفوا في الصورة. نقطعوه دوائر رقيقة متكونش غليظة كما راكم تشوفوا في الصورة على هذا الشكل. بعد ما كملنا قطعناهم كامل. حضروا المول اللي راح نحضروا فيه، المول اللي عندك تحبيه مدور تحبيه بهذا الشكل، نسخوه بالزيت. ولازم تديري ورق الزبدة لانه هو سر نجاح الكيكه تاع البرتقال، هو النجاح، لانها تقلبيها ما تلصقش. نفرشوهم بهذه الطريقه. نروحو نحضروا الكراميل، نجيبو كاسرونه نضع فيها كوب من السكر، نضعه على نار هادئه نخليه يتكرمل وعسوه لا يتحرق. ونروحو مع المكونات اللي هو كأس حليب، كأس زيت، كأس سكر، حبتين من البرتقال والزاز تاع البرتقال، كوب من الفارينة اللي هو طحين، كيس من خميرة الحلويات. انا كما راكم تشوفوا حضرته في الاشواط باش تسهل عملية الخلط، وانتوما عادي تحضروها بالايد تحضروها بالبرا، حاجة لي عندكم. نضع كل المكونات في الاشوار، كوب من الحليب، كوب من السكر، كوب من الزيت، ووضعت حبتين من البيض، السكر وقرصة الملح متنساوهاش. نضع 2 حبات من البرتقال والزاز تاع الشيناء اللي نكهو به بنت الكيك، والملح. نخلط كل المكونات مع بعضها كما راكم تشوفوا تخلطت معنا. نفرقوا الكوب من الفارينة، نضع خميرة الخبز، خميرة الحلويات، بعد ما تكرمت معنا مليح من السكر نضع نص ملعقة من الزبدة او المارغرين، نخليها تذوب مليح. نفرقوها على حبات نفرقوها في المول تاع الشيني تكون خرجت روعة. جربوها وردوا لي في التعليقات. واللي وصلت لهذا المشهد ما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بما ان في فصل البرتقال وراه متوفر في الاسواق باسوان معقولة 5000 كيلو. نروحو نفرغوا. ها هو وجد معنا الكيك،
نفرقو الكراميل نصفون معنا، هو سخون نفرقو منخلوش حتى يبرد راه كيجبد معنا، هو سخون ثم بسم الله نفرقوه، نحاولو نوزعوه فوق كل حبة الشمع. نفرقو الخليط تاع الكيك، نخلطوه كذلك متساوي، نفرقوه في كل الاتجاهات، نكونو محضرين الفرن من قبل يكون سخون، نحاولو نحطوه باش يتساوى السطح تاعو. كما راكم تشوفوا درته في الفور حوالي نصف ساعة، شعلت عليها النار من فوق ونقلبوها كما هي سخونة، نقلبوها وراح تنح معنا بكل سهولة، لأنه ورق الزبدة هو اللي ساعدنا. ما ديريش ورق الزبدة راح ما تنجدش معاكم، راح تلصق الكراميل، يلصق وتنح غير الكيكة وحدها ويلصق الكراميل المول. بمساعدة ورق الزبدة راح تسهل لك العملية، وصدقيني ديريها بأي فاكهة اللي واجدة عندك، حبيتي خوخ، حبيتي تفاح، حبيتي أناناس، برتقال، راح تنجح معك إن شاء الله. تبع الوصفة وراح تنجح معك إن شاء الله. كما راكم تشوفوا خرجت روعة بنة وشكل، خصوصا نحبوها الناس الكبار لأنها صحية، فيها البرتقال بزاف وبنتو ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتردوا لي التعليقات، وما تنسوش تحصنوا أنفسكم برعاية الله. إلى الملتقى، وما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك، ربي يحفظكم إن شاء الله.